السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة وأكلتنا هي الكوردون بلو. الكوردون بلو من الوصفات المميزة جدا، وأنا بالأخص بحبها قوي قوي، بحسها كده مميزة جدا. بسيطة في نفس الوقت، وكمان طعمها يجنن، روعة، ومكوناتها كلها في الإمكانيات بسيطة جدا جدا. هنعمل كمان معاها بطاطس بيوريه، وهنعمل معاها صوص الديجون. هنعمله بطريقة سهلة قوي، ومكونات متواجدة في كل بيت. هنقول كل تكاتنا وكل التفاصيل وكل الأسرار وكل كمان المكونات في الفيديو مع بعض النهاردة. نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. انا اول مكون واساسي معايا في الوصفه النهارده هو الصدور الدجاج. بجيبها بالشكل ده كده، وابدا اتبلها معاكم بعد طبعا ما غسلتها كويس جدا ومتصفيه من الميه تماما. ابدا اتبلها ببصل باودر وبابريكا، وكمان ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، وكمان السبع بهارات، معلقه صغيره من كل نوع من التوابل دي. وابدا اقلبهم كويس قوي مع بعض لحد ما اخلي كده من الناحيتين بتوع الصدور الدجاج تبقى متبله كويس بالشكل ده كده، تبقى متبله تماما كده من ناحيتين بالشكل ده. هبدأ بعد كده بقى اركنها على جنب، واجيب عندي كيس كبير كده يكون بيتفتح بسهولة بالشكل ده. وهبدأ كده اجيب قطعة قطعة معايا وادخلها بين الكيسين بالشكل ده كده في النص. وابدأ كده ادق عليها بالمدق بتاع الاكل بتاع اللحوم، او حتى هرسة البطاطس. هي اهم حاجة تكون حاجة جامدة معاكي شوية، وده طبعا مهم جدا عشان التسويه معايا تبقى شبه بعضها كلها، مفيش قطعه مستويه وقطعه لا. وكمان علشان ما تاخدش وقت معايا في التسويه اصلا. هبدا بالشكل ده اضغط عليها كده لحد ما تبقى رقيقه معايا وسمكها بالشكل ده كده. وبعد كده هخرجها وابدا احط فيها الحشوه بتاعتي. الحشوه بتاعت الكوردون بلو الكل متخيل ان هي صعبه، ولكن بالعكس هي سهله جدا، لان انت بتحطي فيها المتاح عندك. اي نوع جبن، اي نوع لحوم، اي نوع انت حابه تضيفيه، مفيش مشكله خالص. انا استخدمت معاكم النهارده الجبنه الشيدر بتاعه البرجر اللي كلنا عارفينها طبعا، بتتباع في اي سوبر ماركت. جبت اقل حجم تقريبا في 12 قطعه، وهبدا بالشكل ده كده افردها على قطعه البانيه بتاعتي. وابدا احط فيها كمان حشوه البسطرمه. انت بقى عايز تحطي بيف، عايز تحطي الجبنه بس من دون اي حاجه تاني، مفيش مشكله خالص. الحشوه بترجع لك انت. وابدا الفها كويس قوي كده بشكل رول بالشكل ده كده، واقفل الجناب بتاعتها وانا بلف. هعمل معاكم كمان واحدة تاني، هدقها معاكم وارققها بالشكل ده كده بالمدق لحد ما تاخد السمك الكويس. ولو مش عندك ممكن تستخدمي الهون عادي خالص بتاع عفوا المدق بتاع الهون عادي خالص، وتعملي الخطوة دي. وبعدين قطع بسطرمة عندي، وبعدين قطعة الجبنة الشيدر. عندك جبنة بارميزان، عندك جبنة موتزاريلا، عندك اي نوع تاني مفيش مشكلة خالص تستخدميه. بس اهم حاجه تكون مطيته عاليه وحلوه، ويكون بيسيح بسرعه معاكي عشان يطلع معاكي نتيجه كويسه. انا بقى استخدمت طريقه تانية لما احطها جوه الكيس. بدات كده اتني الكيس على بعضه، ودي طريقه اسهل يعني. حبيت اوريت لكم ان انا يعني بعد شويه كده لما مليت ان كل شويه ادخل جوه الكيس قمت عاملاها كده، وحبيت ان انا اوريها لكم برضو. والجبنه كمان انا ممكن اعملها جزئين كده، اتنيها جزئين واحطها تدي معايا صوص اعلى ومطه اكتر بالشكل ده كده. خلصت كل الكميه، وبعد كده هبدا معاكم بقى اجيب الاسترتش ريب عندي، لان طبعا لازم اخليها تبقى متماسكه جدا عشان تطلع معايا بشكل حلو وما تفكش مني وانا بقليها باذن الله. بعد كده هجيب الاسترتش ريب وابدا انزل بقطعه قطعه من اللي انا عملتهم رول كده بالشكل ده، وابدا الفهم كويس جدا وانا بضغط عليهم كويس قوي من الجناب ومن قدام بالشكل ده. اعملها كده زي ما انتم شايفين كده، زي بونبونيه. هجيب المقص بقطع كده الجزء ده معايا، وابدا الفه كويس قوي من جنبين كده بصوا. وابدا بقى احطها في طبق جانبي كده، كل ما اخلص قطعه احطها فيها شكل البونبوني كده بالظبط. وبعد كده هخلص كل الكميه بنفس الطريقه. بوريكم واحده كمان، اضغط جامد اهم حاجه علشان انا عايزاها تبقى متماسكه جدا معايا بالشكل ده كده. هخلص كل الكمية، ولازم احطها في التلاجة شوية حلوين، علشان كل ما تقعد في التلاجة اكتر هتبقى متماسكة معاكي اكتر. علشان كده يفضل تعمليها بدري شوية بالطريقة دي.
خلصت كل كميه احطها في التلاجة. على ما تقعد في التلاجة بقى هعمل معاكم صوصات، وهعمل كمان البطاطس البيوريه. انا سلقت بطاطسيتين كبار كده، يعني حبيتين من بطاطس على حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها. هبدا كده اهرسها كويس قوي قوي بعد ما سلقتها كويس جدا. انا عايزاها بيوريه ناعمه خالص، ما فيهاش اي تكتلات، ومش كمان نص سوا، لا انا عايزاها دايبه خالص معايا، لدرجه ان انا عملتها في الوصفه زي ما انتوا شفتوا ونزلت معايا من المصفى. ده معناها ان هي ناعمه جدا. وهكمل عليها كمان بهرسه البطاطس بعد ما اخلص عشان اضمن نجاح ونعومه اكتر. وطبعا زي ما انتم شايفين انا عامله شويه رز ابيض هيبقوا جنب الوصفه بتاعتنا. وهبدا بقى اجيب اي حاجه عندي كده احطها على النار، وانزل فوقيها بالبطاطس البيوريه اللي عندي، وعليها معلقه زبده كبيره، واسيحهم مع بعض بالشكل ده كده. وابدا انزل تدريجيا باللبن اللي عندي او الحليب لحد ما تاخد معايا سمك كده حلو قوي، هوريهولكوا دلوقتي. واحط التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود، مش هكتر توابل عشان عايزه طعم كده البطاطس تبقى حلوه باينه. هو السمك ده اللي انا عايزاه تبقى عامله كده زي التوميه كده، او يعني بطاطس بيوري كلنا عارفينها. بعد كده بقى هبدا اعمل صوص الدجاج معايا. هو شبيه بالبشاميل قوي. هبدا كده اسيح معلقه كبيره من الزبده، وعلى قد مقدار الزبده او الدهون اللي عندك هيبقى عندك مقدار الدقيق. انا حطيت معلقتين كبار من الزبده وحطيت عليهم معلقتين كبار من الدقيق، وابدا ادوبهم مع بعض كويس. وبعد كده انزل بالحليب، برضو كوبايتين من الحليب. وبعد كده هجيب معلقه كبيره مليانه زي ما انتم شايفين كده من انواع كده ميكس من الجبن اللي عندي. لو انت عندك موتزاريلا، عندك شيدر، عندك اي نوع. انا عملت ميكس مع بعض ونزلته كده وتبلته برضو ملح وفلفل، ما زودتش توابل خالص عشان عايزه برضو طعمها باين معايا. بعد ما الجبنه تسيح معايا هبدا انزل بقى بالمكون الاساسي في الصوص ده، وهو المستردة. المستردة هو اللي بيدينا اللون والطعم بتاع صوص الديجون بتاعي. وهبدا احط كده كميه حلوه معلقه كبيره بالشكل ده كده، واقلبهم كويس مع بعض. كده الصوص بقى جاهز معايا. عايزاه بالسمك برضو والقوام اللي انتوا شايفينه ده. بيبقى طعمه تحفه قوي قوي، وهو اصلا دايما بيتعمل مع الكوردون بلو. كده انا خلصت كل حاجه. هبدا بقى احضر الكفر بتاعي اللي هو البقسماط والدقيق، عشان ابدا اقلي الكوردون بلو معاكم بعد ما خد وقته كويس قوي في التلاجة. جبت بس حبايه من البيض وحطيت عليها كده ربع فنجان من اللبن، وطبعا فلفل اسود عشان زفرت البيض، وبعد كده شويه ملح، واقلب كويس قوي مع بعض. وكوبايه البقسماط حطيت عليها توابل بس مش اكتر، ملح وفلفل. اما كوبايه الدقيق حطيت عليها معلقه ونص كبار من النشا زي ما انتم شفتوا كده. وهقلب كله مع بعضه بحيث يندمج كله مع بعض بالشكل ده. وبعد اني اخرج الكوردون بلو من التلاجة وابدا افكه معاكم، بصوا متماسك جدا، مش فاكك خالص وماسك في بعضه، وهيطلع لك نتيجة روعة. انا تقريبا قعدته ساعتين في التلاجة. بصوا شكله عامل ازاي، شكله لذيذ قوي. هبدأ اول خطوة احطه في الدقيق واقلبه في الدقيق كويس قوي بالشكل ده كده. وبعدين يعني اعمله كويس كده ما يبقاش فيه دقيق كتير، واقوم حاطاه في البيض بالشكل ده واقلبه كويس قوي. وبعد كده من البيض على البقسماط، ومن البقسماط على الزيت على طول. طبعا الزيت انا حطاه على نار هاديه بس لحد ما يوصل لدرجه الغليان بتاعتي، بس على الهادي علشان ما يحرقليش كده ويلسع لي الكوردون بلو من بره، والاقيه من جوه مش مستوي معايا، والمكونات اللي جوه والجبن ما ساحتش. وانزل على طول كده في الزيت واديها لون ذهبي تحفه زي ما انتم شايفين كده. وخرج معايا بجد حاجه روعه. بصوا قطعته كده شرايح بالشكل دوت، وسبت معاكم كمان طبق سليم زي ما هو. جرنشته كده بطبق رز لذيذ بطريقه حلوه، وحطيت عليه خيار فوق. وطبعا دوت طبق الصوص بتاعي بتاع الديجون، والطبق التاني فيه البطاطس البيوريه. بجد حاجه روعه، طعمه يجنن، وكمان سهل وبسيط لدرجه ما تتخيلوهاش. بجد انا متاكده ان انتوا بعد كده هتستسهلوها، مش تبقى صعبه بالنسبه لكم خالص ولا افتكاسه، لا سهل جدا. مش هنشتريه من بره تاني لان ده كنا دايما بنكسل نعمله ونستسهل ونشتريه. لا بعد كده تعمليه في البيت في وقت اقل وبمضمون اكتر وطعم يجنن. اتمنى الفيديو لو عجبكم تسيبوا لي لايك حلو يشجعني، وكمان اكتبوا لي كومنت برايكم، واتمنى لو اشتركش في القناه يشترك، واتمنى كمان انكم ما اطولش عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.